السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكل متابعينا الكرام. أهلا بحضراتكم في قناتكم التعليمية محمد علي علام. إن شاء الله ناخد النهاردة حاجة جديدة متعلقة باللغة الإنجليزية. الرجاء التركيز بليز concentration. طيب، هنا لو احنا خدنا verb اسمه where where يعني يرتدي. where يعني يرتدي. طبعا وير غير وير التانية، يبقى عندنا وير بمعنى يرتدي. يبقى اذا متابعين الكرام وير يعني يرتدي. طبعا لازم نعمل تفرقة بين وير ووير، لازم نفرق. دي وير ووير نفس النطق، وير وير، بس ده فيرب يرتدي، لكن ده وير بمعنى اين او حيث. يبقى لازم نفرق يا جماعة بين وير ووير. طب لو احنا خدنا امثلة على الفيرب وير، قلنا مثلا على سبيل المثال منال وير منال وير هير كلوزس. يعني منال ترتدي ملابسها، منال بترتدي ملابسها. طيب هذه الجملة صح true or false؟ نجد ان هذه الجملة طبعا بها خطأ كبير جدا، وهو الفيرب وير كما وضحت لحضراتكم كذا مرة. قلت لكم يا جماعة لابد من اضافة حرف الاس للفيرب في حالة اذا كانت الجملة في زمن البريزنت سيمبل اللي هو المضارع البسيط. طب لو احنا كملنا الجملة وقلنا مثلا منال wear her clothes often، هنكملها كده مع بعض. often alone يعني لوحدها. كلمة often يعني غالبا لوحدها. يبقى كلمة often دي لوحدها، دي معناها غالبا. alone يعني لوحدها. alone هذه الكلمة alone بمعنى لوحدها. طيب اذا بكل بساطة هنضيف حرف الاس للفيرب وير. طيب لماذا؟ لان احنا عرفنا ان الجملة اصلا في زمن البريزنت سيمبل المضارع البسيط. طيب عرفنا منين؟ عرفنا من خلال كلمة كلمة often معناها غالبا، وهذه الكلمة من الكلمات الدالة على زمن البريزنت سيمبل المضارع البسيط، وبناء عليه حليت الجملة في زمن البريزنت سيمبل اللي هو المضارع البسيط. يبقى احنا نكتب وير زي ما هي وير، وبنضيف حرف الاس للفيرب. بكده الجملة صحيحة بنسبة 100%. نقول كمان مرة obligatory يعني إجباري، لابد من إضافة حرف الإس للفيرب إذا كانت الجملة في زمن البريزنت سيمبل اللي هو المضارع البسيط. طيب الكلام ده بقى مع مين؟ مع كل الضمائر؟ طبعا لا. قال لك القاعدة دي بتنفذ مع ثلاثة ضمائر فقط. ضمير اسمه هي يعني هو، والضمير اسمه شي يعني هي، والضمير اسمه ات يعني انه او انها لغير العقل. هنا طبعا بالنسبة لو عرفنا هي يحل محل محل يحل محل اي اسم مذكر، علي محمد رضا اي اسم مذكر. شيء يحل محله اي اسم مؤنث، منى رشا مديحة منال اي اسم مؤنث. ات بيحل محله اي اسم غير عاقل. طبعا غير العاقل متابعين الكرام بينقسم الى نوعين. الغير عاقل بينقسم الى نوعين، اما ان يكون جماد او غير جماد. يبقى الغير عاقل اما ان يكون جماد اما ان يكون غير جماد. من هو الجماد؟ اي شيء لا يأكل ولا بيشرب ولا بينام، زي ما مثلا اقول ايه بق، كتاب لا بياكل وبيشرب وبينام. طب غير جماد هو الشيء الذي يأكل وبيشرب وبينام وبياكل وبيتنفس وبيجري. زي مين؟ هو مثلا ايه دج. دج اللي هو الكلب. طبعا الكلب اسمه دج، مش دوج، ايه دج. وزي مثلا تايجر النمر مثلا، او زي كات قطة.
مثلا. يبقى اذا متابعين الكرام لابد من اذا القاعده بتقول لابد من اضافه حرف الاس للفيرب مع ثلاثه ضمائر، الضمير هي والضمير شي والضمير ات. اترككم في حفظ الله وامنه، والى اللقاء في محاضره اخرى ان شاء الله. جود باي and I will see you again later.